كي درتو لاباس عليكم؟ اهلا ومرحبا بكم كاملين على القناه ديالي لمسات ام البنات. والله العظيم البنات الا توحشتكم بزاف. شحال هذه ما حطيت الكاميرا وبديت كنهضر، كان عندي صراحه كان عندي جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو الصوت ديالي غادي يعطيكم الاخبار، كنت مريضه والله العظيم، دابا راني مازال مريضه، ضربني البرد والكحه وكلشي راني ديجا قلتها لكم. والسبب الثاني هو التليفون ديالي كانت خسرت لي لاكام، وكنتسنى حتى كيجي راجلي. يعني بزاف ديال لي فيديو ما كنقدرش انني يعني كنضطر انني ما نحطهمش على حسب لا كاليتي ديال التصوير، كنعتذر منكم. فاليوم يلاه صايبتو قررت انني ندير لكم واحد لا فيديو غادي يخص البنات كاملين وحتى الرجال. هكا الا بغيتو تاخذوا شي كادو ولا شي حاجه لعيالاتكم ولا شي حاجه غادي يخصكم هاد لا فيديو. فهاد لا فيديو كما قلت لكم غادي يكون متعلق بالعطور. غادي نعطيكم التشكيله ديال العطور ديالي، يعني كل واحد شنو كيبغي، ولكن انا غنعطيكم هذوك يعني واحد 7 اولا 6 ديال العطور اللي كنفضلهم. غادي نعطيكم ان شاء الله باذن الله جميع النصائح باش تشريو البارفان وباش تعرفوا الفرق ما بين لو دو بارفان ولو دو تواليت، لو فريش ولو دو كولون. وغادي نقول لكم واحد السر باش كتمشيو تشريو اول مره الريحه شنو يمكن لكم ديروا. وغادي نعطيكم ان شاء الله واحد المخمريات الا كتب الله نعطي لكم في هذا لا فيديو ولا نعطي لكم فيديوهات جايه، لان كل ريحه كتكون عندها المخمريه. نعطيكم جميع النصائح والبلايص اللي اللي كديروا فيهم الريحه باش كتبقى مده اطول. فخليكم معايا تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. فانا البنات عشاقه من لاله، يعني ما كنبغيش ندير واحد. كاينين شي نوعيه ديال الروايح تنديرهم، ولكن كاين شي نوعيه صافي دغيا كنمل منها. فالنصيحه الاولى البنات الا بغيتو تمشيو تشريو العطر النوبه الاولى ما تشريوش 50 ام ال. مثلا هاد الريحه عندي انا 50 ام ال راه ما غيليقليش نديرها في الصاك، وما غاديش يليقني نديها معايا مثلا كفشي بزطام ولا شي حاجه. يعني اول مره غادي تبغيو تشريو ريحه ديال 30 ام ال بحال هادي، تيليق لكم تهزوها في الصاك يعني وتتكون عمليه. بالنسبه للنصيحه الثانيه البنات غادي نعطيكم الفرق ما بين لو دو بارفان ولو دو تواليت ولو دو كولون ولو دو فريش. لو دو بارفان البنات هو المركز ديال الريحه. يعني لو دو بارفان كتكون الثمن ديالو شي كيكون الثمن ديالو غالي شي شويه، ولكن كديري الريحه مثلا في الصباح حتى الليل عاد كتحيد منك. مثلا كتشمي شي ريحه في شي بنت مثلا صاحبتك ولا شي حاجه، كتقولي لها سميت الريحه ولكن ما كتقولي لهاش شنو واش لو دو بارفان ولا لو دو تواليت. كتمشي كديريها كتحيد لك الريحه دغيا وكتقولي لها مثلا انا راه تحيدات لي الريحه ما بقاتش فيا. هذا هو الفرق. يعني لو دو بارفان كتبقى مده طويله، ولو دو تواليت كتكون بحال اللي قلتي الميطاسيون ديال يعني ما مركزاش كثر. وبغيت ننصحكم نصيحه البنات باش تعرفوا الريحه واش خفيفه ولا ثقيله غير من اللون ديالها. مثلا هاد الريحه هذه كما تشوفوا اللون ديالها يعني مفتوح، هاد الريحه غادي تعرفوها بانها خفيفه. والروايح اللي تتكون لومبالاج او لا القرعه ديالهم قاصحه بحال دابا مثلا هذه كتكون الريحه شي شويه مجهده بحال ديال البرد. انا الصراحه ما كيعجبونيش ريحه المجهدين، يعني كيعجبوني الريحات اللي تيكون فيهم مزيج ديال العطر، مثلا الصندال، الياسمين، الورد. يعني كيكون فيهم مزيج، ما تتكونش مثلا غير ريحه الورد ولا الريحه ديال الياسمين ولا ديال البابونج ولا ديال العنبر. لا تيجبني تشميها كتبان ما كتعرفيش من هي شمن دايره. المهم كما قلت لكم انا كل مره تندير نوع ديال الروايح، ولكن هاد التشكيله هذه اللي غادي نعطيها لكم اليوم هي المفضله عندي وهي اللي كتحمقني، واللي وليت مؤخرا تقريبا واحد العام وليت كندير غير هاد لي بارفان هادو. فالريحه الاولى البنات اللي كتحمقني كتسطيني هي مونغيرلان. راه تسالات ليا صوري البنات. انا فاش كندير الريحه يعني فاش كتكون شي ريحه عجباني كنخلي منها شي شويه، بحال مثلا دابا هادي كنخلي منها شي شويه واخا راه مشات لي الغطايه مخليه منها شي شويه، كنبقى نشمها فيها لدرجه ان راجلي تيقول لي علاش مخليه القرعه خاويه، تنقول له غير كنشمها. حيت مثلا الريحه اللي كتكون غاليه مره كتكون مره ما كتكونش الفلوس صراحه. انا تنشوف اليوتيوبرزات ما شاء الله ما شاء الله شتون بالرحمه كيديروا لي فيديو على هكا العطور المفضله ولا هكا تشكيله ديال العطور ديالهم، كيكون عندهم واحد ستوك ديال العطور. انا غير بنت الشاب عاديه غادي نعطيكم غير واحد الخمسه ولا 7 ديال الروايح تيكونوا عندي، تيكونوا مثلا واحد 3 ولا 4 جايين لي كادو عند راجلي ولا هكا خوتي ولا ماما ولا شي حاجه، وتتلقاو الاخرين جاي شارياهم غير بالزز. المهم تنضحك معكم. اول ريحه كما قلت لكم هي مونغيرلا، كتحمقني داك الريحه. يعني تمنيتكم كنت تشموها، كتحمق داك الريحه. كلاس كتبين واحد الرقي، واحد كتحسي براسك بحال شي اميره كتمشي على الارض بحال هكا.
المهم كنتمنى ان الفكره توصل لكم غزاله. انا في كلا الحالتين غادي نكتب لكم جميع يعني الروايح كامل غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا عليهم، باش تشوفوا السميات ديالهم. ثاني ريحه البنات اللي كتحمقني كتسطيني هي هذه. غتقولي له كلشي كيحمق كيصدق، كنحمق انا على الريحه. هي هذه تريش اوف ايفوي. دابا نكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هذه اودو بارفان كما كتشوفوا، اودو بارفان كتكون مركزه البنات، وكديري غير جوج رشيشات صافي كتبقى فيك النهار كامل. يعني ما تضطريش انك يكون ساعات تبقاي ديري الريحه، واخا كتكون الثمن ديالها طالع ولكن ما فيها باس كيكونوا عندنا شي وحيده ولا جوج يكونوا زوينين، كنديروهم هكا في المناسبات ولا في شي خريجه ولا في شي مناسبه هكا زوينه. والشيء الاخر خلاص راه كنديروه ديما. الريحه الثانيه البنات اللي كتعجبني حتى هي هذه ديال جو مالون. هي هذه نشوف واش باينه لكم مزيان. دابا نكتبها لكم. فيها واحد الريحه، اش غادي نقول لكم، ريحه الحامض، ريحه ديال المسك، ماشي ديال المسك، ديال الياسمين، يعني مزيج ديال واحد الروايح. كتحمق هاد الريحه البنات، كتحمق. هذه بالنسبه للعرايسات، بالنسبه هكا الناس اللي تيبغيو غير الريحه. انا كما قلت لكم تعجبني غير الريحه اللي كتكون خافته، يعني ما كتكونش مجهده، ماشي انت غاده وروايحك عاطين، لا كتعجبني الريحه تكون بارده. يعني غادي يقولوا لي بزاف الناس حنا مسلمين ما خاصناش نكونوا، سورتو الناس يعني المراه المحجبه ما خصهاش تكون عندها الريحه باينه بزاف، ما تكونش عاطيه بزاف، ولكن ديريها في دارك، ديريها مع راجلك، ديريها هكا مع وليداتك، ماشي ضروري تكوني خارجه عاد ديري الريحه. يعني هاد القضيه انا عارفاها، ولكن شوفوا انا كيعجبني الريحه اللي تكون خافته وممكن تكون زوينه، ماشي ضروري تكون قويه بزاف باش يشموها فيك الناس، لا تكون خافته وتكون زوينه. الريحه الثالثه البنات ديال البرد. هاد الريحه البنات هذه فاش مشيت باش ناخذها ما عجبتنيش نهائيا. درتها صافي جربتها وما عجبتنيش. واحد النهار شميت في صاحبتي واحد الريحه قلت لها سميتها، وهي تعطيني السميه ديال هذه كوكو شانيل نوار. قلت لها راني درتها وما عجبتنيش، وهي دير لي واحد الرشيشه قالت لي خليها تتبرد وانت غادي تحكمي عليها. وداك الشيء اللي كان خليتها تبردات وشميتها، واش غنقول لكم، الريحه فرقت تماما، يعني ما بقاتش مجهده وعطات واحد الريحه وحده اخرى. يعني النصيحه اللي ننصحكم بها البنات فاش تمشيو باش تشريو الريحه النوبه الاولى، فاش كتمشيو عند البارفيمري ولا كتمشيو الباساج ولا مثلا هكا شي مول ولا شي حاجه، كيعطيكم واحد الكويرتات كتجربوا فيهم الريحه. فانا شنو تندير باش تعرفوني مطوره كندي معايا الستيلو، مثلا كيكونوا عندي واحد جوج ولا ثلاثه د الريحات نيش عليهم، مثلا نديرهم في بالي، كنمشي كندير مثلا ايغو بوس، شانيل، شونس ولا اسكادا ولا هذا، كندير السميات ديالهم وكنرشهم في هذوك الكويرتات. حتى كنضرب دويره ولا حتى كنجي للدار حتى ليا غدا مثلا ولا حتى من بعد حتى كيبردوا وكنشمهم، عاد كنمشي كناخذهم. يعني ما تنحكمش على الريحه ديك الساعه حتى من بعد عاد كنحكم عليها. فديروا هذه القضيه هذه، بقاو تديو معكم ستيلو ورشوا ولا يعطيكم هذوك دي شونتيون تيكونوا صغار، شموهم عاد حكموا عليهم. ودائما البنات قلت لكم فاش تبغيو تاخذوا الريحه النوبه الاولى ما تاخذوش 50 ml، خذوا 30 ml تجربوها وطلعت لكم في راسكم ولا شي حاجه عاد عاودوا خذوها مره واحده اخرى. فالريحه الثالثه او الرابعه، الثالثه هي هذه البنات، هذه غار بيريلز. كاينه هذه وكاينه الموف وكاينه ديال الجولد. راني شريت الجولد وماما عجباتها وعطيتها ليها، راني درت معكم في واحد لا فيديو ديال المشتريات ديالي. هذه البنات خطيره خطيره خطيره، كتحمق هذه الريحه. صوري هذه الريحه لدرجه ما بقيت كنديرها بزاف يعني واحد العام ولا عام ونص وليت كنديرها بزاف، يعني هكا يوميا نكون غير خارجه هكا شي خريجه ولا هذه كنديرها، لدرجه انني فاش كنكون شي بلاصه ولا هذا مثلا راجلي ولا شي حد اللي قريب ليا كيعرفني غير من هذه الريحه، وليت معروفه بهذه الريحه هذه. وراها ما غالياش، راه تدير ما بين 80 حتى 100 درهم. كما كتعرفوا هذه ديال افون، كما كتعرفوا البنات الروايح ديال افون مرة كيطلعوا مرة كيهبطوا على حسب واش فيهم السولد، واش فيهم هكا شي بروموسيون ولا شي حاجه، ما تتكونش عندهم بري فيكس. الريحه اللي كتحمقني البنات، كتحمقني هذه الريحه حتى هي هذه ويش اوف لوف. غزاله هاد الريحه البنات بالنسبه للصيف، يعني كتحسي براسك فريش، كتحسي براسك نشيطه زوينه هاد الريحه. كنتمنى والله العظيم كنت شموها، كنت شموها. كتحمق ورخيصه انا راه فيا الرواح كما قلت لكم. الريحه النوبه الاولى راه ما تحكموش عليها حتى كتبرد. دابا راني درتها غنخليها حتى تبرد، عاد كتشوفوا الريحه ديالها كيفاش دايره. الريحه اللي كتعجبني والروايح البنات، مثلا كاينين شي روايح مثلا هذه ديال تومورو
وهذه ديال العنبر حتى هما ديال افون. كما قلت لكم الروايح باش تعرفوها واش كاينه الريحه اللي كتعرفوها واش قويه ولا خفيفه. واخا تكون القرعه ديال الزاج هكا بيضه شفافه تتكون الريحه بحال هكا. شوفوا البنات راه دايرين لي فيها الصباغ، واخا هكاك ما كنتفكش معاك تحمقني هاد الريحه. هانتوما الريحه ديالها مغلوقه من الداخل هي وهذه، بخلاف هادو تتكون الريحه ديالهم شي شويه مفتوحه، يعني راه الريحه خافته يعني خفيفه. كما قلت لكم هذه تومورو البنات، كاينه تومورو وتوداي وافري داي حتى هما ديال افون كيحمقوا البنات. يمكن لكم ديروا هادو مع عبايه ولا مع جلابه. الريحه ديالها شرقيه يعني بحال الريحه ديال العود العنبر. هذه بصح راه عنبر فيها العنبر وفيها المسك، فيها الروايح يعني الريحه الشرقيه ديال الخليج ديال السعوديه. كتبقى هذه الريحه هذه في الحوايج كتحمق هي وهذه. المهم كانوا هادو هما الروايح ديالي. كما قلت لكم راه ماشي ضروري يكون عندكم نفس الروايح، ولكن انا عطيتكم الروايح اللي تيعجبوني. غادي نعطيكم حيله واحده اخرى البنات. مثلا انا عندي هذه الريحه هذه ديال 50 ml وبغيت نديها معايا مثلا شي بلاصه ما غاديش تسعني في الصاك. كناخذ بحال هذا شي قريعات عندكم صغار مثلا. هادو انا كندير فيهم الزهر في الخدمه ديالي، كندير فيها واحد جوج رشيشات بحال هكا. يعني هاد الحيله بقاو ديروها ولا ديروها في الكريم، يعني جيبوا الكريم اللي كتستعملوا ديروا فيه الريحه اللي كتبغيو وكتبقاو ديروها كل شويه كديروها. انا غنوريكم البلايص فين كديروا الروايح باش كتبقى لكم مده طويله. صافي كنخليها معايا في الصاك. هانتوما فاش كنبغي مثلا الريحه كنديرها في هاد البلايص هادو. هانتوما كنديرها في هاد البلايص البنات، يعني هاد العريقات اللي تيكونوا عندنا هنا وكنديروا فحال هكا. كنديروا في هادوك العظيمات اللي تيكونوا عندنا هنا ومور ودنينا ومور القريفيده. كتنص ديال هاد القريفيده ديالنا كنديروا هكا شي شويه تما. الريحه كتبقى لكم النهار كامل. وكما قلت لكم الا كانت الريحه اودو بارفان راه كتبقى سي نورمال واخا ديريها فين ما درتيها. انا ما تنديرش الريحه في الحوايج ودرتوها البنات في الحوايج. مثلا درت انا هاد الريحه هادي مثلا هادي درتها في هاد الشال هذا بحال هكا، درتها في هاد الشال مثلا. بقى لي الشال نقي، يعني الشال مراتي تديري النوبه الاولى والنوبه الثانيه عاد كتصبني. ما غاديش يمكن لي مثلا ليا غدا بغيت نلبسو ولا شي حاجه غندير فيه هادي. كديري نفس الريحه في الشال. ولا بغيتي ديري مثلا بغيتي تصبني بغيتي ديري ريحه واحده اخرى كي كتصبني، يعني الا خلطتو الروايح راه تتعطي ريحه خايبه، يعني كتولي عكس الريحه الزوينه كتولي خايبه. بالنسبه باش تبقى لكم الريحه مده طويله كديروا المخمريه البنات. هذوك الروايح اللي تتباعوا ديال العبار، يعني داك المركز اللي داك الريحه ديال البريباراسيون ديال 20 درهم كتمشي كتقول له عطيني مثلا واحد 10 دراهم ولا 20 درهم وكتخلطيها مع الزيت ديال جونسون ومع الكريم، اي كريم كديري صافي وكتبقاي كديريها في لوكور ديالك كامل. وتشوفوا البنات الريحه كتبقى كتحمق. وكديريها في هاد البلايص هادو وهنايا، يعني البلايص اللي غترشي فيهم الريحه رشي فيهم هذيك المخمريه. ما عندكمش المخمريه ان شاء الله دابا نديرها معكم في فيديوهات جايه. ديروا غير الفازلين ولا كريم اللي كديروا مثلا نيفيا ولا اي حاجه كديروها في هاد البلايص عاد كترشوا فيها الريحه. نتمنى ان الفكره تكون وصلت. يعني هادو هما المعلومات اللي بغيت نعطيكم في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تستافدوا منهم. وبالنسبه للروايح البنات والله العظيم انا كاينين شي روايح مثلا كنت كنديرهم فاش كنت مخطوبه ولا هكا، فاش كنت مثلا في الليسي ولا فاش كنت يلاه تزوجت ولا هذا، فاش كنعاود نشمهم بحال اللي كترجعك الذاكره. كاينين شي روايح كيذكروك بشي وقيته. والله العظيم انا فاش كنت مخطوبه كنت كندير بوازون كتحمق هذيك الريحه. كنت كندير غير ديال 49 ديال الارتيزان البنات ديال المكناس راه كتباع في الباساج بوازون الرقم ديالها واقيلا 25. وكيعجبوني حتى الريحه ديال المديني كناخذهم من هكا من الشمال ولا كان شي حد غادي لطنجه ولا كيجيبها لي. وقيلا راه ولاو في مكناس حتى هذوك فنين البنات. كنت كندير حتى الروايح ديال كنت كندير شونس كما قلت لكم ايفيدونس البنات كانت كتحمقني. كنشري البارفان ديالها ديودورون الكريم ديال ايفروشي، ولكن ما بقاش كتعجبني ريحه الورده البنات في الريحه. طلعت لي في راسي هذاك ايفيدونس درتها بزاف فريحه الورد كتعجبني غير نشمها كتحمقني ريحه الورد. نديرها في الوصفه الطبيعي ولكن باش نديرها هكا ريحه ما بقاتش كتعجبني. فكما قلت لكم ايفيدونس شونس شانيل كوكو شانيل كاينه الرقم 5 حتى هي زوينه. كاينه بوازون اللي قلت لكم 25 ديال الارتيزانا. كاينه اسكادا كاينه سي
كاينه تريزور، يعني هاد الروايح هادو كاملين كيحمقوني، ولكن كتلقاوني كل فتره كنبدل. ولكن الريحه اللي ما كنبدلهاش البنات هي هادي صراحه، رخيصه وزوينه غير. جبت لكم العطر لمده اطول كديروا فازلين ولا هذوك المخمليات، ان شاء الله غادي نشاركوا معكم فيديوهات جايه، ولا كديروا غير فازلين ولا اي كريم مثلا في هاد البلايص هادو، في هادو اللي قلت لكم هاد العظيمات في اليدين وصافي. كترشوا الريحه ولا كتبقى لكم مده طويله. وتا الناس كما قلت لكم اللي كيبغيو يديروا ريحه في شعرهم راه ديروها غير في الشتاء ومشطورها كتبقى الريحه لمده طويله. غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الريحه اللي كنعطر بها الحوايج ديالي في البلاكار، والريحه اللي كندير في الحمام. يعني انا كنحماق على شي حاجه سميتها ريحه تنبقى غدا وكنرش، ماشي ضروري ديري ريحه معططه وغدا وروايحك عاطيه، ولكن المهم كتكون ريحه هكا زوينه كتبين على الانوثه ديالك، كتبين على النظافه ديالك. وما ديروش البنات الريحه يعني باش ما ديروش على الريحه على الوسخ. مثلا ما تكونش موسخه، مثلا غسلي هكا بيطانيك، غسلي يكونوا حويجاتك نقيين عاد ديري الريحه. الا درتي الريحه فوق حوايج موسخين ولا هذا راه سي نورمال غادي تعطيك ريحه خايبه. وما تخلطوش الروايح البنات، ماشي مثلا انا درت ريحه في هذا الشال ولا في هذه الحوايج غادي نعاود ندير ريحه واحده اخرى راه غتعطي ريحه خايبه. المهم البنات كنتمنى ان هادشي يكون فادكم وتستافدوا معايا في هذا الفيديو، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وديروا لي ابوني وديروا لي جيم وبارطاجيو هذا الفيديو ان شاء الله باش يستافدوا الناس منه. وكما قلت لكم هادشي راه الروايح ديالي متواضعه، بغيت غير نفسر لكم ونوصل لكم الفكره يعني ديال لو دو بارفان لو دو تواليت، ونعرفكم الطريقه باش تمشيو تشريو الريحه. والنصيحه البنات كما قلت لكم ما تشريوش الريحه تكون فيها 50 ام ال، شريو الريحه تكون صغيره 30 ام ال، تجربوها من بعد الا عجبتكم عاد خذوها. كنتمنى ان يكون ما كثرتش عليكم ودرت عليكم التكرار بزاف. كنشكركم بزاف وكنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم.